يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا مساء السكر والسعادة لو هتشوفوني بقى بالليل. النهارده بقى هعمل لكم السمك السنجاري بسمك تاني خالص غير اللي احنا بنعمله، غير السمك البوري. هتشوفوا معايا دلوقتي السمك، بس بوريكم. بصوا اللحم بتاع السمك مع الخلطة، حاجة كده عظمة، تحفة، وهم، خرافة. تاكلي السمكة كده وانت بصي بتدلعي نفسك كده، يعني السمكة لوحدها بالحشوة العظمة دي والتتبيلة العظمة دلع. بجد يا جماعة يستاهل ان انتوا تجربوها. هنا بقى انا هعمل السنجاري بتاعي بالسمك البلطي، بس لازم يكون السمك كبير شوية كده وملحم. انا هنا بقى كنت جايبه السمك ده على اساس ان انا هقليه، وفاتحاه بقى كده ايه ومنضفاه بطنه وشايله كل احشائه على اساس ان انا هقليه. جيت لاخر لحظه قلت لا، هعمله سمك سنجاري. انتوا بقى لو هتعملوه بقى سنجاري افتحوا سمكيه من الظهر، وهبقى اوريكم في فيديو تاني انا بفتحها من الظهر ازاي. هنا بقى عشان اخليها صح او افتحها كده، يعني هي من الظهر بتبقى احسن، بس انا طبعا مضطره بفتحها لكم. ولازم السكينه تكون حاميه كده، تجيبي كده من عند السلسله بتاعت السمكه وتفتحي كده وتشفي فيها وتفتحيها خالص، واحده واحده، ما تهريش معاكي اللحم بتاع السمكه عشان ما تطلعش منك متبهدله. بصوا بوريكم، بقول لكم بصوا من عند السلسله كده، واحده واحده تبوظ السكينه، ولازم السكينه تكون حاميه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا حطي لي بقى لايك على السمك العظمه ده، بجد لو اكلتيه هتدعي لي. هعمل لكم بقى تتبيله عظمه وخلطه كمان عظمه، بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. بفتح بقى هنا وبحاول كده بالراحه ان انا ايه ما اهدرش من اللحم، واخليه في نفس الجنب التاني كده بالراحه. ما تستعجليش في اي حاجه، كل حاجه هتطلع معاكي مظبوطه بالصبر. بفتح بقى السمكية بتاعتي، وزي ما انا ما قلت لكم، لو انا كنت عارفه ان انا هعملها سنجري كنت هفتحها من الظهر. هنا بقى الراس بفتحها زي ما انتم شايفين، كبيره هي السمكه فالراس جامده عليا. بحاول ان انا افتح كده زي ما انتم شايفين واشفي فيها. هفتح بقى السمكتين بعد ما غسلتهم كويس جدا وبالليمون ومخليهم زي الفل زي ما انتم شايفينهم كده قدامكم. وهبتدي بقى ان انا اعمل الحشوه بتاعتي او التتبيله الاول. التتبيله عباره عن ايه؟ عن كام فص توم كده انا فرمهم خالص، هحط عليهم بهار سمك وملح وكمون، طبعا على حسب الكميه انت هتحطي، ومعاهم 3 4 معالق زيت كده. وهنقلب الخلطه العظمه دي كلها. ولو انتوا مكاني بقى تشموا ريحه التوم مع التوابل، توابل السمك مع الكمون، حاجه كده يا جماعه عظمه بجد. عايزه اقول لكم السمك وهو في الفرن ريحته قلبه الدنيا كلها، عيالي واقفين هيتجننوا من ريحه السمك. بجد لازم تجربوا الوصفه دي. هنا بقى اول حاجه كده همسك كده بقى الزيت مع الخلطه الحلوه دي كلها واديها تقليبه حلوه. وهمسك كده ادهن السمك بتاعي ده كله كده، مش هخلي فيه ولا حته ما فيهاش من التتبيله العظمه دي. زي ما انتم شايفين بقول لكم. بصوا بقى يلا بقى بينا على السمك بتاعنا. انا هنا جبت الصينيه بقى عشان قبل ما اعمل اي حاجه احط السمك بتاعي. هنا جبت الصينيه دي قلت هتاخد معايا السمكتين. تدهني بقى الصينيه الاول بزيت قبل ما تحطي ورق الالومنيوم او ورق الفويل بتاعنا اللي هنحط جواه السمكه. وبرده هدهن ورق الالومنيوم بتاعي دوت بالزيت عشان السمك ما يلزقش مني. هدهنه عشان السمكه تطلع معايا بكل سهوله، ما تنشفش بقى كده وتلزق في ورق الالومنيوم. هنا بقى كنت بحضر كده عشان احط اول سمكيه. وهنا بقى انا حاطه الورق الالومنيوم عامل زي بقى ايه المطاعم، شغل بقى مطاعم، يعني حاجه كده في اخر من الاخر. احط السمكيه واضم عليها كده على الرسمه بتاعت السمكه بالورق الالومنيوم بتاعي ده. تحطيها بقى كده وانت بتقدميها عندك ضيوف، حاجه كده شياكه، حاجه كده. عايزه اقول لكم كنت عامله السمك السنجاري بنفس الطريقه كده، وكان عندي ضيوف اقسم بالله فكروني ان انا جايباه من بره من شكل وجمال السمك. طبعا العين بتاكل قبل البق، هتشوفي المنظر وجماله هتبقي عايزه تاكلي الاكل كله. هنا بقى الصينيه كنت بقى بحط بقى الفويل التاني عشان احط السمكه التانيه. والسمك كان ما شاء الله اللهم بارك كان كبير جدا، فما اخدش معايا الصينيتين دول. بعد ما عملت كل الليله دي كلها قمت جايبه كل صينيه وحطيت فيها سمكيه. الصينيه دي ما قضتش معايا، وحسيت ان السمك هيبقى مكلكع على بعضه ومش اخد راحته كده في التسويه، فحطيت كل سمكيه في صينيه. الموضوع سهل مش صعب خالص، ما فيهاش اي حاجه خالص. الناس اللي بتخاف تنظف السمك، لا نضفيه وافتحيه واعملي سنجاري ووريهم ان انت احلى شيف، وبصي احلى من مليون مطعم. تروحي تاكلي بقى السمك في المطاعم بالنكهه والتوابل اللي حطينا، لا احنا هنعمله النهارده بالتوابل بتاعتنا دي بالخلطه، هيبقى احلى من بتاع المطعم او احلى من بتاع السمك. جبت بقى هنا حطيت زي ما قلت لكم كل واحده كده في صينيه. هبتدي بقى ان انا انزل بالثوم والخلطه العظمه دي، واحشي كده كل السمكه. انا فاتحاها كلها بقى زي ما انتم شايفين كده، كتاب مفتوح. هدهنها كلها بقى بالخلطه العظمه دي، وعايزاكم تجربوها بجد وتدعوا لي. هعمل بقى السمكتين كده بنفس الطريقه، احط فيهم كده افرش فيهم هنا بقى ما كان التليفون ما صورش معايا، حطيت الحشوه بتاعتي. الحشوه دي عباره عن بصل، طماطم، فلفل. انا بقول لكم معلش هنا ما لحقتش اوريكم الحته دي، التليفون ما صورهاش، وانا كل فكري ان انا كنت بصور. عندي هنا مقطعه طماطم قطع،
بصل قطع وفلفل، عندك فلفل اخضر الوان حطي. دي حشوه يا جماعه عظمه. هنا بقى عملت السمكه التانية بنفس الطريقه كده، حطيت فيها التوابل الحلوه دي مع الثوم، وبرده هحشي كده كل السمكه كده بالشكل العظمه اللي انتوا شايفينه ده. وهيتبقى بقى معايا حبه توم كده بالخلطه، همسكها كده نطورها فوق بقى ايه، فوق البصل والطماطم والفلفل. بتاكلي الخلطه قبل السمك، بجد والله العظيم الخلطه دي ما تتسابش يا جماعه. بس كده بقى خلاص، هاخدها على الفرن وما فيهاش اي حاجه. السمك مش بيغيب معانا يا جماعه، اول لما تحسي كده ان الخلطه اللي من فوق دي كده لونها كده اتغير ودبلت شويه وبتحمر، السمك بيستوي معانا. واحنا عارفين اسهل واسرع اكله السمك، اذا كان سنجاري مقلي مشوي ده اسهل اكله بتتعمل وممكن ناكلها في ثواني. السمك مش بياخد وقت. هندخلها بقى على الفرن، ولما تطلع نشوف العظمه ونشوف اللحم. بس زي ما قلت لكم السمكه عايزه يا جماعه تبقى كبيره، يعني تبقى ما شاء الله حجمها كبير كده زي السمك بتاعي ده، علشان خاطر تدي معاكم وانت بتطلعي كده تاكلي لحم، تلاقي السمك السنجاري كده مطلع معاكي لحم. بصوا حاجه كده عظمه، حاجه كده يا جماعه بجد يستاهل انتوا تجربوه. طبعا احنا عايزين التغيير، والسمك البوري دلوقتي بقى غالي مولع، فانت بنص تمن، يعني ب8 كيلو سمك بوري هتجيبي 2 كيلو سمك بولتي، واعملي سنجاري وهيصي ودلعي عيالك. اتصرفي، احنا ستات جدعه وشاطرين وبنعمل كل حاجه. بصوا يا جماعه شكل الصواني، يعني انا دلوقتي محتاجه بقى سمكيه من دي اقعد اكل فيها دلوقتي. طبعا الفيديو ده بقى له كام يوم وانا ريقي جاري على السمك. بجد الوصفه هتعجبكم جدا، وطعم السمك عظمه يا جماعه بجد والله العظيم. طعمه كده الخلطه والتتبيله موديه في حته تانية خالص، يستاهل فعلا ان انتوا تجربوه. ولو حابين اي وصفات او عايزين يعمل لكم اي وصفه حلو او حادق او عايزين اي حاجه نفسكم فيها، اكتبوا لي في الكومنتات وانا عينيا عشانكم هنزل لكم كل اللي انتوا عايزينه. يا رب الفيديو يعجبكم وطريقه السمك دي تعجبكم وتجربوها، تكتبوا لي في الكومنتات عملتوها ولا لا. بحبكم في الله، ويا ريت كده تدخلوا على الصفحه بتاعتي باسم نفس الاسم برضه، هسيب لكم اللينك بتاعها. يا سيدي على الجمال. بصوا يا جماعه اللحم، السمك بجد يا جماعه بهرني بجد، بجد والله العظيم. الخلطة والسمك مع بعض حاجة كده ميكس رهيب. اتمنى الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم كده، واكون كده خفيف عليكم. معلش انا عارفة ان الفيديو طول، بس حبيت اوريكم السمك بيتفتح ازاي واوريكم كل تفاصيله، عشان لما تعملوه ما تروحوش في اي حتة كده ولا كده، تفضلوا معايا في الفيديو. بصوا الجمال والحلاوة بجد، يعني انا مش عايزة الفيديو يخلص من كتر جمال السمك. زي ما انتوا عارفين انا من عشاق السمك، ولو كل يوم اكلت سمك مش بزهق منه. اتمنى كده ان انتوا تجربوا الطريقة العظمة دي، وبحبكم في الله، ويا رب الفيديو يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.